عندك مناسبة وعايزة تعملي تورتاية ب3 بيضات وبكوباية واحدة من الدقيق. هقول لكم على تورتاية مفيش أبسط ولا أسهل منها، وبجد خطيرة، وتكفي من 6 ل8 أفراد. عايزة أقول لكم إن طعمها خطير، والتماسك بتاع الكريمة بجد طبقات كده من الكريمة والكيك مفيش أسهل ولا أبسط منها. بجد مكونات مفيش أبسط منها، والطريقة بجد خطيرة. نقول كده بسم الله. وعايزة أوريكم الأول قبل ما ابتدي الوصفة تماسك الكيك مع الكريمة عامل ازاي. خطيرة بجد، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. عاوزين تعملوا كيكة تكون جوسي والكريمة تكون متماسكة زي ما انتوا شايفين كده، جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة على طول. أول حاجة بحضر الكيك. بجيب 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، بضيف عليهم كوباية من السكر. دي نص كوباية وهحط النص كوباية التانية. وبعد كده بدون فانيليا ولا أي حاجة بضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي أو الخلاط لحد ما يبقى لونهم فاتح بالشكل ده ويزيد حجمها أو يتضاعف حجمها. بعد كده بضيف نص كوباية من الحليب بدرجة حرارة برضو المطبخ، ونص كوباية من الزيت، أي نوع زيت تفضليه. هديها ضربة صغيرة كده، وبعد كده بضيف المواد الجافة. بنخل كوباية واحدة من الدقيق. هكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف. وبعد كده بضيف 3 معالق كبار من الكاكاو الغير محلى أو الكاكاو الخام. بعد كده بضيف كيس من البيكنج باودر أو كيك شيف، أو معلقة كبيرة من الكيك شيف أو البيكنج باودر. بديها ضربة على السرعة الأولانية كده يا دوبك بس الدقيق يختفي. مش عايزة أضربها كتير لأن الكيك أدم حطينا خلاص فيه الدقيق، ما بضربوش كتير. بالسباتيول كده ببتدي إن أنا أتأكد إن كل المكونات خلطت مع بعض. طبعا قبل ما ابتدي الوصفة بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180. وبعد كده بجيب صينية كده تكون مقاسها 20، ما بدهنهاش أي حاجة. وبعد كده بحط فيها ورق زبدة وادخلها الفرن. بتقعد معايا تقريبا 40 دقيقة على درجة حرارة أنا آسفة 160. هتطلع معايا بالشكل والارتفاع اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها تهدى بس 5 دقايق، وبعد كده ببتدي ان انا اشيلها من القالب بتاعي. وبشيل بيها منها الورق الزبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيل منها الورق الزبده واسيبها تبرد تماما. بس قبل ما اسيبها تبرد ببتدي ان انا اقسمها 2 كده باي طرنشه او سكينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبها تبرد تماما. عايزه اقول لكم ان الكيكه طعمها يجنن بجد بدون اي حاجه. ممكن تشيلي الوش اللي بيبقى فوق الكيك ده بدون اي صعوبه. وبعد كده عقبال ما تبرد ببتدي ان انا احضر الكريمه. كوبايه من بودره الكريم شانتيه، وعليها كوبايه وربع من اللبن المثلج. بعد كده بكون محضره جنبي كده 100 جرام من الشوكولاته الخام او الدارك، واحط عليهم نص معلقه من الزبده واسيبها على حمام بخار او الميكرويف عندك لحد لما تسيح بالشكل ده. وبضيفها على الكريمه، وبعد كده بديها ضربه بالكريمه لحد لما اتاكد ان كل الكريمه مع الشوكولاته تجانست وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحطها في كيس حلواني، وبعد كده ببتدي ان انا احضر بقى التورتيه بتاعتي. بجيب قاعده كده مقاس 18، وابتدي ان انا احط فيها الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبحط عليها ورق الفاكيوم كده حواليها عشان اعمل لها صورة، عشان ما اجي احط الكريمة بتبقى سهلة معايا وبتطلع معايا بالتماسك والتساوي اللي ما بينهم اللي في الكيك او التورتيه اللي شفتوه في اول الفيديو. بعد كده ببتدي ان انا احط الكريمه في كيس حلواني، واكون محضره خليط كده لبن يكون معاه معلقه من النسكافيه ومعلقه من السكر او العسل، اي نوع عسل يكون عندك او السكر. وبعد كده ببتدي ان انا اسقي الكيك باللبن، وبعد كده بحط الكريمه بطبقه من الكريمه بالشكل ده. وبعد كده بحط الطبقه التانية من الكيك، وبسقيها برضو بالحليب اللي انتوا شايفينه ده. بسقيها كويس جدا عشان تديني طعم جوسي. وبحط الطبقة التانية من الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تعمليها عادي بالمعلقة او الاسباتيول الكريمة، بس حابة ان هي تبقى سهلة معاكي بتحطيها في كيس حلواني عشان تديكي سهولة كده في عمايل التورتايه، ما تتعبيش فيها خالص. وبساوي السطح كده بالشكل ده، وبعد كده بغطي الكيك بستريتش راب بالشكل ده، بس بعد ما اتاكد ان انا السطح بقى عندي كله متساوي بالشكل ده. وبدخلها التلاجة لمدة ليلة عشان تتماسك معايا الكريم. بعد كده لما بتطلع، قبل ما بتطلع كده بساعة ولا حاجة، بكون محضرة طبقة الصوص. بجيب 200 جرام من الشوكولاتة الحليب واحط عليها نص كوباية من الحليب. وبعد كده معلقة كبيرة من الزبدة واحطهم على حمام مية او الميكرويف لحد لما تدوب معايا الشوكولاتة تماما بالشكل ده، واسيبها تبرد تماما. لازم تبرد تماما قبل ما ابتدي ان انا احطها على الكيك بتاعي. تاني يوم الكيك طلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده متماسك. ببتدي ان انا اشيل السور اللي انا عاملاه بورق الفاكيوم بالشكل ده. الورق ده بيتباع عند اي حد بيبيع خامات الحلواني، بتتجاب بالمتر. بتجيبي او اللفه
تبقى موجودة عندك. وبعد كده ببتدي ان انا اسقي كده او احط الطبقة الاخيرة من صوص الشوكولاتة بالشكل ده، واحط على حروف الكيك او التورتايه بالشكل ده. او ممكن تدخليها التلاجة لمدة ساعة ولا حاجة علشان تتماسك معايا الطبقة الاخيرة من صوص الشوكولاتة. ممكن جرنشيها كده بشوكولاتة تكون مبشورة او الكريز او قطع الفراولة اللي موجود عندك او اللي انت حباه، تكون التورتايه بتاعتك تكون بالشكل ده. سبتها في التلاجة كمان ساعتين ولا حاجة عشان تتماسك معايا الطبقة على قد ما تقدري كده، تكون متماسكة عشان ما تيجي تقطعيها الصوص يكون متماسك شوية. وبتقدميها وبألف هنا. عايزة اقول لكم ان طعمها خطير بجد، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا عايزة بس اوريكم تفاصيل الكيك من جوه عاملة ازاي. الطبقات ما شاء الله ممتازة زي ما انتوا شايفين كده. عندك مناسبة ولادك نجحوا وعاوزين ان انتي تفرحيهم، جربي الوصفة دي بجد هتنبهري من النتيجة وطعمها الخطير. وبتقدميها وممكن تضيفي عليها صوص الشوكولاتة المتبقى عندك اللي انا حطيته فوق الطبقة الأخيرة من الشوكولاتة، وبتقدميها. شايفين التماسك الطبقات عاملة ازاي، والكريمة خطيرة وطعم الكيك جوسي وخطير. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا وكمان موفرة معاكم قوي. يا رب النهارده تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.